التيار وقف. وفعلا يا اخي توا يقول باش نقسموا، هما ما بداوش يقسموا في التوانسه. شكون هما الكفار وشكون هما اللي مش كفار وشكون هما يقولوا لهم اليساريين واليمينيين. ما هما بداوا به. والشريعه والمراه معناها تكمله للرجل. الكل الاصلاحات اللي عملناهم وكسبناهم في عهد بورقيبه بداوا يرجعوا فيهم بالتوالي. هذا يقسم الشعب. اما احنا لا. نعم لكن نقول انا ان هما ساعه تغيروا في الموضوع هذا. هذا سؤال. فهموا اللي هما غالطين. ولكن احنا ما عندناش مش نقسموا في الشعب. احنا قلنا ثم مشاريع، زوز مشاريع، وهي مش مشروع اللي هذا الناس يحبوا الخلافه ويحبوا كذا، ما مشروع سياسي. احنا عندنا مشروعنا اخر، دوله القرن ال21 اللي تحاول باش تلتحق بالدول المتقدمه. وبالطبع باش ندخلوا الجيل الجديد اللي هو جيل الشباب. احنا مش نقعدوا في السي الباجي عمره 88 ولا عمره 87. احنا برنامجنا باش نمشيوا للجيل اللي بعده. علاش؟ على خاطر احنا رانا جيل جاء في سلسله الاجيال اللي جاوا في الحركه الوطنيه الاصلاحيه من وقت خير الدين باشا ومن وقت عبد العزيز الثعالبي والحبيب بورقيبه اللي قاموا بمراحل كبيره في الاصلاح. احنا جيلنا بعدهم، الجيل اللي بعده. وبالطبيعه مش يجي جيل بعدنا، ما نحموش باش نقرنوا في الموضوع هذا. والجيل اللي بعدنا ان شاء الله نهيئوه باش يكون متشبع بالقيم تاع التقدم وتاع الرقي وتاع الوطنيه. هذا هو الاصل. اذا كان هذا يعتبروه باش نقسموا الشعب، معناها ما نظنش قراوا مليح الكلام نتاعي والا فهموه مليح. هذا هو مصحيح. واذا كان ثم راهو استقصائيين راهو موجودين في حزب النهضه. اسمعني بالطبيعه مالا شكون هما اللي كانوا معناها في قدام الكياس، من قدام الكل في التصاور. شيخ فلان الفلاني، ما نحبش نسمي الاسامي خاطر كل مره توقف عليه. تنرجع الموضوع هذايا بعد لحظات سي البيت.